يقول لنا ربي سبحانه وتعالى في سورة نحفظها بكلنا، أول قال يقول آية نحفظها بكلنا، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في كيفية قراءة القرآن. علاش؟ يقول القائل علاش؟ لو نحط واحد توا يقرأ سورة مثلا العلق، مش يقرأها كما هكا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تحط للثاني تقول له: يا عايش وليدي ولا عايش بنتي، ترى أقرأني القرآن كما أنت تعلمته، مش يقول هكا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لو نقول لك شنو الفرق ما بين الأول والثاني تقول لي الثاني والله ارتحت له برشا. علاش؟ خاطر ثم كود كما نحن نتعلموا السياقة، ثم كود نمشوا نتعلموه، ثم كود هو خذاه من الشيخ باش يتعلم كيفاش ينطق النون الساكنه والنون المشدده والميم الممدوده، وثم حرف فيه قلق لا الى غير ذلك. ولذلك باش ربي سبحانه وتعالى يحفظنا يلزمنا نحفظ كلامه. يقول سيدنا الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبعد فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القران اشرف الامه اولي الاحسان، وانهم في الناس اهل الله وان ربنا بهم يباهي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من هم أهل الله؟ قال: أهل الله أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لكن شكون أهل القرآن؟ راني مش قاعد نحكي عن الحفظ، قاعد نحكي عن الإنسان باش يتعبد الرب سبحانه وتعالى ويقرأ القراءة الصحيحة. ولذلك تو لو أي واحد منا حاضر توا يبدأ مزروب في الخدمة ولا يبدأ كذا، ما يحضرش روحه طول يتوضا كما هكا: الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم، ويمشي. لكن ربي سبحانه وتعالى رتل القرآن الكريم. اش قال ربي سبحانه في سورة الفرقان؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فتبين لنا من هاتين الآيتين أن للقرآن الكريم كيفية مخصوصة باش تحفظ. ولذلك نتفقدوا ديارنا شوية، نتفقدوا كرهبنا شوية، نتفقدوا خدمنا شوية، أنه نقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى نقرأه بحب. فنحن الدين هدايا وكلام ربي لابد أن نقبل عليه بحب. ولذلك حافظ القرآن وقارئ القرآن ما يبداش في قلبه ضغينة، قال بالقرآن يقرأ في القرآن ما في قلبوش حسد. ولذلك بالله عليكم الكبار هاو بحذنا حاضرين، يا أخي كنا في شهر أكتوبر ونوفمبر ما عندناش نمطر تصب، ما هو لما قست قلوبنا تلقى الخوم يكلم شخوه بال20 سنة ب30 سنة، وإلا الجار وجاره ما يكلموش، وإلا أولادي يعني ما همش قاعدين يصلوا ونحن ماناش لهنا. ولذلك راهم وليداتنا أمانة وبلادنا أمانة، هذه في أعناقنا. بلادنا تونس لابد أن نعتز ببلادنا لأنه فيها حفاظ القرآن، فيها جامع الزيتون المعمور رمز الوسطية ورمز الاعتدال، فيها جامع عقبة بن نافع. هل البقايا اللي قاعد نذكر فيهم الكل حفظناها. ولذلك قصور السيف البلاد دي الطيبة خرجت برشا حفاظ. لكن لو مش مجال باش نحكوا في الموضوع هذايا، لكن مشايخنا اللي قروا فيكم اسألوهم على السند نتاعكم القديم. مشايخ قصور السيف كانوا يصلحوا في المصاحف من علماء الرسم، كانوا يعرفوا علماء الرسم كانوا ما شاء الله عليهم. ولذلك نحن نستبشروا بالذرية الطيبة هذوما إن شاء الله ربي يحفظهم، أنتم تشجعوهم. والبيت الذي ليس فيه القرآن كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيت الخرب، والقلب زاد اللي ما فيهش يعني القرآن كيف كالبيت الخرب. ولذلك نقرأ كلام ربي، نتعاهد مرة بركة في النهار، والله نشدنا حتى دقيقة بالله عليك. نحن كي نشدوا الفيسبوك نبدو نحل ناويين على دريج تلقانا في ساعة من 4 وساعة ونصف. أنا نقول لك باش تقرأ صفحة في النهار يز صفحة باج واحدة ما تشدكش حتى دقيقة و37 ثانية إذا كنت تقرأها بالشوية، باش تقرأها بالزر باش تشدك دقيقة. ولذلك سيدنا ونختم بهذايا باش ما نطولش عليكم، سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذاك الرجل العالم الجليل من الأندلس
رجل أعمى ضرير، لكن ربي سبحانه وتعالى فتح عليه. أسمعوا الأبيات اللي باش نقوله لكم هذوما، شو محلاهم من الأبيات. يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. أسمع مليح: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى. ما كتحبوك تحب أمك سواء كانوا عايشين معاك وإلا توفاوا، أنت ديب ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنوي باش تقرأ حتى سورة الفاتحة، راه الكونتير يمشي لك أنت والبوك وأمك، ويمشي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علمونا ساداتنا نقول: اللهم جازي عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن امته. ان شاء الله ربي يكرمنا، وان شاء الله ربي يفتحنا علينا في عند ختم القران، كما قال سيدنا انس بن مالك: تتنزل الملائكه، كما قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما قريب يختم القران كما هكا يمشي يتصدق ويلم الصغيرات ويلم العاده. سيدنا ابو بكر الصديق راه نحكي ختم فقط، ويتصدق بصدقه ويدعي ويقول: عند الختم تتنزل الرحمات.